حي حي دور مين جاي. وده كان رأي النادي الأهلي في مباراة إنبي والنادي الأهلي اللي انتهت منذ قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي الأهلوية. أرجو من الله ولا يكتر على الله اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس واوعى تنسى اللايك. مباراة أكثر من رائعة انتهت منذ قليل، مباراة الأهلي وإنبي، واللي كان فيها أحداث لذيذة. يعني إيه لذيذة؟ يعني يجي صفقات النادي الأهلي الجديدة وتحول المباراة. موديست يسجل الهدف الثاني، المهاجم الأولاني اللي باختيار كولر واللي طالعين يقولوا إن كولر مش مقتنع بيه، سجل له الهدف الأولاني في تاني مباراة ليه. ويجي يعمل لك كده حبا في الأهلي، مش يسكتوا بقى، لا، يجي امام عاشور يعمل لك كده هو الطياره ورقم 22 حي من جديد، بعد ما كان مسيطر عليه امير القلوب، وما زال مسيطر امير القلوب على الاهلاويه، ولكن رقم 22 ده ما كانش حد حاسس بيه. مفيش لعيب جه ولبسه وانتظم وتعب وشقي لحد ما جه امام عاشور. النهارده والماتش اللي فات والماتش اللي قبله ابتدى يظهر رقم 22، رقم 8 أو 9 ابتدى يظهر يلمع تاني. 22 ابتدى يلمع تاني. وطبعا النهارده كان نص الملعب عندنا ما شاء الله حاجة قوية. يرجع لنا بقى الدبابة بتاعت زمان، بتاعت أول الموسم اللي فات واللي قبليه، يرجع تاني يملى الملعب شمال ويمين وفوق وتحت. ايه ده ما شاء الله عليه، دبابه. يعني انت تفهمني ان الو ديانج كان بيعمل ايه في منطقه الجزاء عشان يجيب لنا ضربه جزاء؟ انا اقول لك معرفش ايه اللي طلعه قدام كده، معرفش. ويجي الو ديانج ويحط رجليه وياخد ضربه جزاء. ولا احلى ولا اجمل لما يخش بقى اسرع دليفري في مصر يسدد ضربه الجزاء. المتعه وعلي معلول بيسدد ضربه جزاء. علي معلول النهارده ما كانش في الفورمه، ولكن احرز هدف الاهلي الاولاني، ويخرج الشوط الاولاني 1-0. وما شاء الله الفريق بيلعب كوره، ما شاء الله الفريق بيلعب كوره. يجي وراه في الشوط الثاني موديست يشغل نفسه ويجيب الهدف الثاني، وان كان مفيش توفيق عنده او لسه ما اندمجش، بس شغال مهاجم محطه. ويجي امام عاشور وينزل بديل في الدقيقه 83 وكرة والتانية يروح مسجل لك الهدف الثالث. انت دلوقتي كأهلي احسن فريق في مصر بإدارته، بمديره الفني، بلعبته، وفوق ده كله جمهوره. محدش يزايد على الجمهور عندنا، احسن جمهور في مصر. تخيل انت يا اهلاوي يا مؤمن لما يبقى عندك نازل لك كهربا وامام عاشور وكوكا من دكة الاحتياطي، عايز تاني؟ ده في فريق بره لسه، ده في رضا سليم ما لعبش، وفي محمود متولي ما لعبش، وفي احمد عبد القادر ما لعبش. ابداع. الاهلي عنده 3 فرق دلوقتي ما شاء الله. هنشوف بقى مين اللي جاي، عشان احنا ان شاء الله ناويين السنه دي نكتسح البطولات. احنا ما عندناش حجه، كاداره وفرت لنا كل حاجه، فاحنا ما عندناش حجه. كلعيبه هتاكل النجيله ان شاء الله. البطولات كلها من نصيب النادي الاهلي. اخويا وحبيبي، لو انت لسه ما اشتركتش في القناه اشترك دعما لاخوك محمد مجدي عشان يوصلك كل ما هو جديد، على الحلوه وعلى المره معاه. هشوفكم ان شاء الله في المباراه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله.